قبيلة طي بجميع عشائرها أو القبائل الأخرى من قبائل وعشائر في المنطقة، نرى أن الذي يحصل في دمشق هو غير واقعي وغير وارد من أضرار لإخوتنا العلويين أو الدروز. كنا نتأمل ومتأملين من خلال اللقاء الذي جرى ما بين سيادة الجنرال مظلوم عبده والرئيس أحمد الشرع، يعني عطانا أمل كبير أنه حقبة الأسد انتهت، أتت حقبة جديدة متفهمة للوضع. هناك دستور جميع المكونات موجودة فيه، لكن الذي رأيناه خلال الفترة هذه يعكس كل الأمور الإيجابية. نحن كعشائر وقبائل نتمنى أن يكون الحوار الذي جرى بين الأخوة الكرد، الأحزاب الكردية، العشائر الكردية، يكون فعلا حوار حقيقيا، لأنه عندما يكون استقرار عند الجار، طبعا إذا كان جاره مرتاح وجاره مبسوط وجاره بخير فهو بخير. فإحنا ما نقول مكونات، إحنا كمجتمع عشائري قبلي مرتاحين إنه الحوار أو الاتفاق الذي جرى بين الكرد بالفترة الأخيرة هذا إن يدل على الصفاء والنية ما بين الأخوة الكرد. فلذلك نظرتنا لهذه اللقاءات وهذا الاتفاق هي نظرة إيجابية تعكس لنا كمجتمع عربي أن نكون أيضا نحاول أن يكون هناك لقاء وحوار عربي بالمنطقة متلازم مع الأخوة الكرد.